السلام عليكم. حديث الساعه هو كنوبس لا سينيسيس. كنوبس غادا تولي لا سينيسيس. جاوني بزاف ديال الاسئله في هذا الموضوع، وداك المنشور اللي صادر على الامانه العامه للحكومه واللي ساني فيه وزير الصحه وصلني في العديد من المرات والناس كتطلب الشرح في هذا الفيديو باش نشرح لكم اشنو واقع بالضبط في ذاك المشروع القانون، وباش نقول ان هذا الفيديو يهم المغاربه جميعا. تحيه طيبه من جديد، معكم العروسي عبد الرحيم، مندوب بتعاضديه الاحتياط الاجتماعي للسككيين. ملي كنقول مندوب بتعاضديه فكنعني انني كنمثل واحد المجموعه ديال المنخرطين في التعاضديه اللي هما كينتميو لكنوبس، وبالتالي فاش كنجي اليوم وكنهضر فراه كنهضر بصوت دوك المنخرطين، واللي الاكيد راه بزاف المنخرطين ديال كنوبس كيثيقوا فينا وكيبغونا نهضروا بصوتهم اولا نوصلوا صوتهم للجهات المعنيه اللي هي مثلا الحكومه، واللي هما نواب الامه، وهما اللي كيهموني بالاساس نواب الامه، لاننا جاي لكم وغنقول علاش نواب الامه. الورقه اللي جايات ولا اللي كاينه بينات ايدينا كيف قلت لكم هي مشروع قانون. ركزوا في الكلمه مشروع قانون، يعني انه باقي ما تطبقش، راه باقي غير مشروع، باقي ما داش الا بغينا نقولوا في الاجراءات العاديه اللي خاصو يدوز فيها باش يولي قانون وباش يدوز للتفعيل. فباش يولي قانون ويدوز للتفعيل راه هذا مشروع خرج من الامانه العامه للحكومه اللي موجدو السيد وزير الصحه خالد ايت الطالب، وغادي يعرضوا على المجلس الحكومي. يعني هذا المشروع القانون هذا اللي حط باش يعرضوا على المجلس الحكومي ويعطوا فيه الوزراء رايهم، ومن بعد ما يتعرض عاد غيدوز للغرفتين البرلمان واللجان التشريعيه وما جاورها، وحتى يتصوت ويتفاليدا تما ويمشي للامانه العامه للحكومه، وتخرج ظاهر شريف بتنفيذه ويتنشر في الجريده الرسميه، عاد غيولي فعال. يعني لحد الساعه راه باقي ما فعال حتى حاجه. هذا مشروع قانون. هذا الجواب على السؤال الاول، شنو هي هذه الورقه اللي كتدور عندنا. جوابا على هذا السؤال نفسه، هذه الورقه اللي كتدور فيها جوج الشقين. الشق الاول هو مذكره تقديميه، بحال قلتي دوك التعديلات اللي غيجوا في الشق الثاني بالتفاصيل. السيد الوزير لخصهم لنا تما وقال لنا شنو هي اهم الاشياء اللي غادا تجي تما. انا بشكل عام تما اللي بان لي في هذوك المذكره هو ان الطلبه ما غاداش تبقى عندكم كنص الطلبه، ما غاداش تبقى، يعني حاليا راه باقا ما غاداش تبقى كنص الطلبه، لانكم غتولوا تلقائيا كتستافدوا مع والديكم. اللي عنده امو تضامن راه مع والديه، اللي عنده امو الشامل راه مع والديه، اللي عنده لا سينيسيس ولا كانت عنده كنوبس راه تلقائيا كان كيكون مع والديه. دونك الطلبه كنوبس الطلبه ما غاداش تبقى. علاش؟ لانه كاين واحد التداخل بين الانظمه فغيصحوا، الا بغينا نقولوا هذا الخطا القانوني غيتصحح. الطلبه اللي مثلا غادي يكون ما عندهمش والدين، مثلا واحد في الطلبه والديه في امو الشامل ووالديه ما خلصوش امو الشامل، دونك ما عندهمش تغطيه صحيه، ما يمكنش نحرم حتى التلميذ، دونك هو يقدر يكتب وتولي عنده امو الشامل. وهذه غير نطبقها هنا بين قوسين، هذه وحده من الحوايج اللي شخصيا كنت طالبت بها الطلبه، راه باقي الفيديو كاين هضرت وطالبت من الجهات المسؤوله انهم يدمجوا الطلبه في امو التضامن. علاش؟ لان الطالب ما عندوش باش يخلص دوك العلاجات، وكتحرموا من المستشفى العمومي اللي كان خاصو يمشي ليه ولا خاصو يخلص حيت عنده كنوبس الطلبه. دونك المطلب ديالنا انذاك تحقق. كتبقى واحد النقيطه هو في التقديم قال لك اودي الحفاظ على المكتسبات، ولكن اعتقد الا دوزهم من امو التضامن راه مشاو لهم بزاف المكتسبات. كانت عنده مثلا 80% في التعويض على الزياره الطبيه، فاش غيولي في امو التضامن راه عنده 70% في التعويض. دونك هذا راه ماشي الحفاظ على المكتسبات، هذا تراجع. على اي هذه نقطه الطلبه نسد هذا القوس ونرجع. النقطه الاخرى ديال ان السؤال هذا غادي يجي من عند المنخرطين، غيقول لك الاشتراكات ما هضروش عليهم في هذا القانون، والقانون هنا راه ماشي هو اللي كيحدد نسب الاشتراكات في هذا القانون هذا، لان هذه التعديلات هذه هي خاصه بمدونه التغطيه الصحيه الاجباريه اللي هي القانون 6500. هذه المدونه هي اللي كتشملنا كاملين كمغاربه، كتهضر علينا اصحاب التغطيه الصحيه ديال امو، صحاب لا سينيسيس، صحاب الكنوبس، صحاب القوات المسلحه الملكيه، كتهضر علينا هذه المدونه، هذه التعديلات اللي جاو فيها. ولكن هذه المدونه راه ما كتهضرش على قيمه الاشتراكات شحال هي، كتقول انها تحدد مبلغ جزافي وكذا، راه ما تمش ما مسوهاش، حيدوا فيها فقط في التعديل اللي هو مقترح، حيدوا القضيه الخاصه بالطلبه، لان كي قلنا الطلبه ما غاديش يبقاو. بالنسبه للتعويضات ايضا التعويضات ما كتجيش، حيت هذا كي قلت لكم السؤال ديالنا كمنخرطين، انا واحد من المنخرطين وهذا همي. تعويضاتي انا واش غتقيسهم؟ ما غاداش. ما هذا القانون هذا ما كيهضرش على التعويضات ديك 80% 90% في حالات الاستشفاء 100% في الامراض المزمنه والادويه ديالها، ما كيهضرش على هذا القانون. هذه التعويضات كيتحدوا في واحد المرسوم اخر، ولكن انا غنعطيكم واحد التداخل غيكون، وهو التنبيه اللي بغيت نوجهه لنواب الامه. القانون كي قلنا تما ما كيهضرش على نسبه الاشتراكات، ولكن القانون فاش كيجي راه دائما كيجوا المراسيم. فالمرسوم اللي كان كيهضر على نسبه الاشتراكات ولا كيهضر على نسب التعويضات كان خاص بكنوبس، وكان الاسم ديالو الصندوق الوطني لمنظمه الاحتياط الاجتماعي
كان خاص بهم. فاش حيدنا دابا كنوبس، لان هي التعديل دابا اللي جا غتحيد كنوبس وغتبقى فقط لا سي ان اس اس، فداك المرسوم سيصبح لاغي ما غيبقاش. دونك نواب الامه هنا فين بغيت نوجه لكم طلب مني كمندوب، واكيد هو طلب ديال العديد من المنخرطين والمواطنين المغاربه، الله يجازيكم بخير، انتبهوا جيدا لهذه النقطه. وحتى النقابيين وعلى راسهم السيد معصيد اللي هو رئيس المجلس الاداري الحالي ديال كنوبس وعضو الامانه العامه للاتحاد المغربي للشغل، يعني نقابي يمثل هيئه ولا يمثل فئه كبيره من العمال ويمثل منخرطي التعاضديه العامه للتربيه الوطنيه، الله يجازيك بخير. انت ايضا من موقعك مطالب بانك تضغط في هذا الباب. القضيه اللي خاصها تزاد في هذا القانون هو انه يتم اضافه ماده تنص على انه الحفاظ على نسب التعويضات الخاصه بالقطاع العام، خاص يتحافظ لينا عليها. هذا ما كيعنيش انني كنفي الناس ديال لا سي ان اس اس، ولكن انا كنقول فقط هاد الناس اللي عندهم هادشي يتم التنصيص عليه بماده، لان في التعديلات هنا ما كانت شي حاجه. وكي قلت لكم، لان انا من غنبدا نناقش ونقول لا حق راه كان عندنا مرسوم، غيقول لك المرسوم اصبح لاغي. انت اليوم كتخضع لا سي ان اس اس، ولا سي ان اس اس جميع الانظمه، سمعوا الكلمه، الانظمه اللي تحت لا سي ان اس اس تستفيد بنفس النسب. علاش؟ لان لا سي ان اس اس كهيئه مدبره، سمعوا جوج المصطلحات، كاينه الهيئه المدبره هي لا سي ان اس اس، وتحتها الانظمه، نظام ديال امو، تضامن، نظام تي ان اس، نظام ديال لا سي ان اس اس المأجورين ديال القطاع الخاص، وغيتزاد معاهم هادو اللي غندمجوا دابا هما نظام ديال القطاع العام. فراه فاش غندخلوا كاملين تحتها، الهيئه المدبره عندها المرسوم اللي كيحدد النسب ديال التعويضات. هذاك المرسوم غيقول لك السيدي راه غيطبق علينا كامل، هو الواقع اللي كيطبق عليهم اليوم كاملين. الا ضفنا معاهم حنا غيقول لك شنو اللي غيميزك انت باش ما يطبقش عليك، غيطبق عليه. فاليوم لاننا حنا يلاه غندخلوا، كنطلب من نواب الامه انهم ياكدوا على اضافه ماده تخص هذه القضيه ديال الحفاظ ديال المكتسبات. وهنا غادي نكون جاوبت المنخرطين، مكتسباتكم غير مضمونه، لانه كيف قلت ما منصوش على هذه القضيه. القانون تما ما نصش عليها، المرسوم اللي كينص على النسب راه سيصبح لاغي، لان ما بقاتش الهيئه المدبره كنوبس. دونك غادي نولوا ما بين البينين. هذه نقطه. القضيه ديال الناس اللي قلت لهم او سي بي لوين وكذا، في المدونه ديال التغطيه الصحيه الاجباريه 6500 اللي كاينه حاليا، الا مشيتوا للماده 114 من اشهر المواد، هذه الماده 114 كانت كتقول انه الهيئات ديال القطاع العام وكذا غيخصهم يدخلوا للكنوبس اجباريا، وكانت عطاتهم فتره انتقاليه ديال 5 سنين، وبعد ذلك ما دخلوش، وزادتهم يمكن بمراسيم ولا شي حاجه ما كانتش واضحه. انا اللي كيهمني في هذه الماده الفقره الاخيره فيها كانت كتنص ولا بقى كتنص على انه مني غادي يدخلوا غادي يبقوا عندهم نفس الامتيازات ونفس الحقوق اللي بغينا نقولوا. هو الواقع اللي كان عندنا حنا كناس ديال اون اس اف ديال السكك الحديديه، نهار دخلنا الكنوبس في 2016، فمن الشروط ديال الدخول كان الحفاظ على المكتسبات، وهو اللي تم. دخلنا بالنسب ديال كنوبس، والما تبقى اللي كان عندنا كمكتسبات حافظت لينا عليه التعاضديه ديالنا. دونك هذه كانت وهي الواقع اللي باقي اليوم. لكن في هذا التعديل، وردوا البال مزيان، في هذا التعديل اللي كاين دابا، كاين تعديل في الماده 114 سحبوا هذه الفقره الاخيره، يعني الفكره ديال الحفاظ على المكتسبات تحيدات. وهذه النقطه اعتبرها شخصيا سلبيه. الناس ديال هذه القطاعات هذو اللي ذكرت، هاد 4 وما تبقى راك غتعرفوا راسكم، يجب الانتباه لهذه النقطه هذه، وكل واحد فيكم يتحرك من موقعه لحمايه مكتسباته والتحقيق الحمايه الاجتماعيه للجميع، لان الهدف ديالنا في الاساس هو انه تكون حمايه اجتماعيه وتغطيه صحيه لجميع المواطنين المغاربه، ونساهموا فيها كل منا بدوره. دونك بشكل عام انا حاولت ما امكن نعطيكم نقيطات على اللي بان ليا، راه ما بغيتش نفصل بدقه اكبر، نزيد فقط الجواب لهذوك الناس ديال المستخدمين ديال التعاضديات والمستخدمين ديال كنوبس. المستخدمين ديال كنوبس راه القانون في التعديلات ديالو ينص على انه غادي يتم الادماج ديالكم في لاسين اساس بنفس الشروط اللي عندكم حاليا، يعني اللي في شي موقع ولا في شي ترقيه ولا كذا راه غتبقى عنده، وحتى نظام التغطيه الصحيه اللي عندكم حاليا ونظام المعاشات اللي عندكم حاليا راه غيبقى هو نفسه ملي غدوزوا لاسين اساس. مزيانه. الناس اللي في التعاضديات راه كنوبس ما سوقهاش، يعني اللي على التعاضديات انت عندك كونطرا مع التعاضديه، دونك غيخصك تشوف مع التعاضديه. ممكن التعاضديه لانه غيكون واحد الاشكال انا غنفسروا لكم دابا. الاشكال اللي غيكون هو انه حاليا كنوبس عندها اتفاقيات مع التعاضديات كتعطيهم لي فخي جيستيون، وكيديروا المراقبه الطبيه، التسجيل ديال الملفات وكذا وكذا وكذا، عندهم بزاف ديال لي طاش كيديروها.
فراه ملي غتدخل لا سي ان اس اس الا ناضت لا سي ان اس اس نقصت ليهم لي طاش، فراه اكيد غيبغيو ينقصوا البيرسونيل. دونك مصيركم كيبقى متعلق بالتعاضديه كيف قلت لكم، يعني تساؤلاتكم ولا اسئلتكم ولا كذا خاصها توجه للتعاضديه. القانون نص على الناس ديال كنوبس اللي غدوز لا سي ان اس اس هما اللي غيبقاو بنفس الوضعيه. كتبقى القضيه ديال الفتره الانتقاليه، هو انه هذا كي قلت لكم هذا راه باقي مشروع قانون، وملي كنقول مشروع قانون راه ممكن يتفعل كيف ما ممكن ما يتفعلش على حساب نواب الامه، على حساب المجلس الوزاري اللي غيدوز فيه. هو كاين تصميم من الدوله لانها توحد وكذا وكذا في اطار التناسق ما بين الانظمه، ولكن باش ندوزوها راه كي قلت راه باقي مسار، راه على الاقل سيأخذ سنتين. علاش؟ لانه في هذا المشروع هذا بعدا كيقول لك من يخرج في الجريده الرسميه غيخصو 12 شهر باش يصبح ساري التنفيذ، وعاد قال لك كاينه المرحله الانتقاليه، لانه مني كاع غندوزو نفرض ولينا في لا سي ان اس اس، راه لا سي ان اس اس غتحافظ على نفس الاتفاقيه مع التعاضديات لواحد الفتره انتقاليه تحدد بمرسوم، عاد من بعد غيدوزوا مع التعاضديات لواحد الفكره اخرى. وهي علاش قلت لكم القضيه تاع لي فخاد جيستيون وكذا ويقدروا ينقصوا من البيرسونيل، لان لا سي ان اس اس غادا تولي كدير مع التعاضديات، وهي اللي منصوص عليها في هذا المشروع القانون، غتولي دير مع التعاضديات عقده وفقا لدفتر تحملات محدد. دفتر التحملات فيه الانتشار الجغرافي ديال هذيك التعاضديه فين كاين، فيه شحال هي المده ديال الارجاع، فيه بزاف ديال الشروط هادو بشكل عام، اما هو غيكون تفصيلي اكثر، يعني غيولي داكشي محدد. هذه بالنسبه لي انا زعما كمنخرط مزيانه غتنفعني. علاش؟ لانني كنقول انه غيولي داكشي مسطر ولا مؤجرأ، يعني اجراءات واضحه في تعويضاتي، لانه حاليا كمنخرطين كنوبس كنعانيو مشكل كبير في تاخر التعويضات. الدوسي كيوصل 133 يوم، دوسي شفتو فيه 1078 يوم. كوارث حاليا في التدبير الا بغينا نقولوا، ولا في التسيير. ربما نتجاوزوها الا دزنا الله سي. غير هو كي قلت ونعاود نلخص بعجاله خاصكم تكونوا اليوم واقفين عليه وفاهمينه، هو اننا عندنا جوج نقاط مهمه. نسبه الاشتراكات، وراه القانون بعد هذا المشروع القانون الحمد لله راه ما هضرش على نسبه الاشتراكات، يعني ما مسهاش، راه باقا بالصيغه القديمه، لان ما كتبدل نسبه الاشتراكات حتى كتكون الموافقه ديال الفرقاء الاجتماعيين. والثانيه هي نسبه التعويضات. فنسبه التعويضات يجب ان تكون الهم الاول ديالنا، لانني اليوم كنتعوض بواحد النسب كنقول بين قوسين محترمه، فما نبغيش غدا ولا بعدا نرجع لنسبه 70% ويقول لي واحد حقا لا سير التعاضديه ديالك بكي عليها. شكون قال لك انا بغيت نخرط كاع في التعاضديه؟ انا سيدي اليوم الاجباري يحقق لي بواحد اشتراك معين كيحقق لي 80% و90% و100%، فما نبغيش غدا ولا بعدا بنفس قيمه الاشتراكات وتردني ل 70%. فهذا كيتعتبر تراجع، وهذا ماشي من الاشياء اللي دعا عليها صاحب جلاله في نظام التغطيه الصحيه الاجباريه وفي نظام الحمايه الاجتماعيه.